السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم قناة شيكالاستيك. هنقدم مع بعض النهاردة أكلة كنتاكي. مفيش أحلى من كده. أكلة تحفة وأحلى من اللي بره بكتير. مش هنروح كنتاكي تاني، وخصوصا بعد المقاطعة. معانا هنا وراك. يستحسن الوراك تكون صغيرة مغسولة كويس جدا بالخل والمية ومنقوعة فيها، وبعد كده مصفيينها. وبنفتحها زي ما انتوا شايفين من الجناب، وبنفتح الدبابيس نفسها والأجنحة والوراك كلها بنفتحها عشان الخلطة كلها تخشها، عشان اللحم من جوه يبقى واخد طعم التوابل. زي ما انتوا شايفين كده، معانا هنا المكونات: بابريكا، شطة، ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، مرقة دجاج فورية، ومعلقتين توم مفروس، ومعانا كوباية حليب. هنراجع تاني المكونات: معانا بابريكا، كركم، توم باودر، بصل باودر، مرقة دجاج فورية، معلقتين توم مهروس، ملح، فلفل، شطة حسب الرغبة. بنقلبهم كويس جدا، وبعد كده بنحطهم على الثوم المهروس، وبنحط عليهم الحليب زي ما انتوا شايفين. يا ريت لو كنت وصلت معايا للحظة دي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ان انا بوريكم برضو مرقة الدجاج ان انا بستخدمها. توابل كويس قوي، وننزل عليهم بالحليب. وبعد كده هنقلبها برضو في الحليب كويس عشان التوابل ما تتكتلش معايا زي ما انتوا شايفين. هنقلبها كويس جدا، وبعد كده هنحط عليها الفراخ بحيث ان هي تبقى متغطية بالصوص كله زي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول اقلبها كذا مرة في الصوص عشان خاطر تاخد الطعم من جوه ومن بره، وخصوصا الفتحات اللي احنا فاتحينها في الفراخ ديت هي اللي هتدخل الصوص جوه، وهيبقى الطعم مركز جواها. يا ريت لو كنت وصلت معايا للحظة دي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويستحسن ان احنا نسيب التتبيلة دي قبلها بيوم، لو ما فيش وقت زي ما احنا ما عملناها النهاردة كده مع بعضينا. 5 ساعات او 4 ساعات في التلاجة هتبقى طعمها حلو جدا. انا هسيبها في التلاجة وارجع لكم تاني نعمل البريدنج. معانا هنا البريدنج: نص كيلو دقيق، ومعانا 3 معالق نشا كبار، و3 معالق فيجيتار حار كبار وبروست. ومعانا هنا نفس المكونات اللي احنا حطيناها: توم باودر، بصل باودر، مرقة دجاج فورية، معلقة شطة، معلقة كركم، معلقة بابريكا، فلفل أسمر، وملح. ونقلبهم كويس جدا. وبعد كده معانا مية متلجة علشان خاطر هي اللي هتعمل معانا البريدنج الحلو ده اللي انتوا شايفينه معايا في أول الفيديو. هنا معانا الفراخ بنقلبها في البريدنج 7 مرات، وبعد كده بننزلها في المية المتلجة، وبعد كده بنحطها تاني في البريدنج. بنقلبها كويس جدا، ولو فيها من الجناب عايزة بريدنج تاني بحطها وبقلبها كويس عشان يثبت فيها زي ما انتوا شايفين معايا كده. ومعانا هنا المصفى ديت بنقلب الفراخ فيها عشان تطلع لنا البريدنج زي بتاع كنتاكي بالظبط. معانا هنا زيت غزير، معلين عليه العين على اعلى حاجة لغاية ما بيسخن كويس قوي. وبعد كده بنحط عليه الفراخ، وبعد كده بنوطي العين تاني عشان الفراخ تستوي، لان احنا حاطينها نية. لو حطيتيها على عين عالية البريدنج من بره هيتحرق والفراخ من جوه هتبقى نية. زي ما انتوا شايفين معايا كده موطين عليها تستوي براحتها، والشكل تحفة والطعم احلى من بره بكتير، وخصوصا من بعد المقاطعة مش هنروح كنتاكي تاني. الشكل معايا بالشكل ده. هنعمل مع بعض بقى كورسلو على بقية الفراخ تستوي. مقطعين الكرنب بالسلطة صغير جدا زي ما انتوا شايفين كده، ومعانا جزر برضو متقطع صغير مبشور صغير. ومعانا هنا هنقلبهم مع بعض كويس. انا بحب اعمل بقية السلطات والحاجات والاكل على النار، بقية لزوم الاكلة يعني. معانا هنا معلقة سكر صغيرة هنحطها عليها تديها طعم سكارة شوية زي بتاع الكنتاكي برضو. ومعانا هنا المايونيز، هنحط مايونيز على السلطة اللي معانا.
أنا للأسف المايونيز اللي باعمله خلص وما كنتش عارفة أعمل تاني في الحلقة دي، بس المرة الجاية إن شاء الله هنعمله مع بعض زي ما أنتم شايفين، وبنحط عليها معلقة مَيّة بس عشان الcoleslaw يدوب معانا شوية ما يبقاش متكتل. زي ما أنتم شايفين كده الأكلة معايا، السلطة معايا خلصت، وكمان الفراخ من جوه مستوية زي ما أنتم شايفين وطعمها تحفة، والبريدنج من برّه مقرمش وشكله زي ما أنتم شايفين برضه ما لوش حل، ومعانا البطاطس المحمرة. تجربوها بطريقتي وتقولوا لي طعمها إيه. ما تنسونوش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.